بداية دعوني أرحب بخبيرنا الاقتصادي الكبير دكتور هاني توفيق. دكتور هاني، أنت جراح اقتصادي. يا أهلا يا أهلا يا أهلا. بيقول لك إن مصر عندها أعلى سعر فايدة في العالم. لا 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 لا، أرجوك ده البورصة أسوأ بورصة في العالم. أنت خدت الأسبوع اللي فات لقب أسوأ بورصة في العالم. أنت هتسكت يا باشا على المهزلة دي؟ لو أنت هتسكت أنا مش هسكت. أحد الخبراء الاقتصاديين كان اسمه الدكتور هاني توفيق ولا هاني توفيق. خير جزمة طالع يلا كونه. يا نهار اسود، طب يلا بينا. العدو الأول للاستثمار سعر الفايدة، فالدول كلها لما بتحب تشجع تقلل سعر الفايدة. إحنا عندنا أعلى سعر فايدة في العالم. القطاع الخاص مرحب بيه، عايز يشارك متاح، وده كلام مش بنقوله سياسة. هاني توفيق بيقول كلام أي كلام، بيقول أي كلام فارغ. حضرتك ايجيبت جايه على اليمين خالص. اكبر سعر صرف حقيقي في العالم. ممكن تديني فرصه ثانيه اشرح لك بشكل ابسط شويه؟ اتفضل. نتيجه انك انت عندك النهارده فضلت الناس انها تيجي تحط فلوس في ادوات دين عندك وتاخد فوائد وتجري تمشي، قضيت على الاستثمار المباشر. ليه انا مستثمر في قرض يا عم، انا باخد منك 10% وانا قاعد لا ضرايب ولا حجوزات. لانه مفيش واحد يطلع اسمه خبير اقتصادي يقول لي ان اسوأ بورصه في العالم انا، اسوأ نظام مصرفي في العالم انا، ما عنديش استثمارات في العالم، انا غارق في بحر من الديون، انا امال احنا بنعمل ايه؟ بعدين يا صالح انا اتكلمت في ده. الراجل عنده حق يا صالح. اخش اعمل ليه مصنع وسعر جنيه عالي، اجي اصدر ما اعرفش اصدر، ومعوقات الاستثمار كلنا عارفينها. انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ ما حدش يبص لي البصه دي. رفقا ببلدكم، كفايه ضرب في بلدكم. مصر هي الاعلى في الدين العام كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي في مختلف الدول الناشئه. طب انت بتشتغل ازاي؟ هستلف تاني. حضرتك ما عنديش الامكانيات دي، ما عنديش فلوس، ما عنديش الحاجات دي. حافظ مش فاهم. انت بتقول ان احنا غارقين في بحر من الديون، بتقول ان احنا سالنا وزير الماليه، انا اللي سالت وزير الماليه وقال لي هستلف تاني، كان بيدعو الناس الى القلق. انا الكلام ده ما ياخدش معايا خير يا جزمه، انا سكت لك من الصبح. ايرادات الدوله كلها بتسدد الدين 100%. لا اتكلمنا على مرتبات ولا اجور ولا دعم ولا صحه ولا تعليم ولا حاجه خالص. وسالنا وزير الماليه بتعمل ايه؟ قال بستلف. نفسي اعيط زي العيال الصغيره بس ما ينفعش. البورصه بتعكس الاقتصاد. اذا انا جاي اجنبي وداخل اشتغل في مصر وهستثمر والاقي بنفس الدوله، هخاف. لا اخو، انت لو بتخاف ما تمديش بالجاه. احنا هنخلص امتى؟ لسه بادئين. انت بتضحك ليه؟ لما تيجي تقول البورصه المصريه اسوأ بورصه في العالم، عيب. المفروض بقى التبرئه دي هتخلينا خايف. انت لما تشوف الاستثمار المباشر في مصر مخجل. بقول هاني توفيق آراءك مغرضة، بقول هاني توفيق أنا خبير اقتصادي وشقيق أحد الوزراء، مش قال كده؟ حضرتك عايز حاجه؟ مش ممكن صاحب الرايه الخضراء يشكك في الارقام دي او يقول ان الجهات دي جهات مترصده وان احنا عندنا جهات اخرى بتحيي وتشجع؟ لا، من يسمع هذا الرجل يظن انه البلد هتفلس بكره، ان البلد بلد خربان، ان البلد بلد ما فيهاش حد بيفهم، ان البلد ما فيهاش حد بيشتغل، وهذا بيمثل تجريفا للحقيقه. جرامي نعمة في حياتي. ده احنا بنحاول نرفع روحكم المعنويه، عايزنا نسد نفسكم سهله، مشاكلنا كتير وبقالنا كتير مش مركزين مع نفسنا وبنحط المشاكل تحت السجاد. اعتقد انه الاقتصاد المصري اهو ثاني اكبر اقتصادات العربيه، السعوديه ب 876 مليار دولار، وعندي مصر 438 اهو. مصر رقم 2. مصر افضل وجهه جاذبه للاستثمار في افريقيا العام الرابع على التوالي. لا ده من عندنا كده جدعانه يعني اذا كان كريدي سويس وفاينانشال تايمز وستاندرد اند بورز ونموره، اذا كان كل دول مضللين، يبقى انا اللي غلط. لابد من محاسبته. انا بقول لابد من المحاسبه، انا بقول لابد من المحاسبه. احنا من هنا على جلال فيزا، على المطار، على الله بقى، ما اعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده. 5 بالحب. دكتور هاني، انت جراح اقتصادي.